بتعرف عيوب الرام قبل لا تشتريه؟ تعال اوريك اياها. العيب الاول اماكن التخزين، اماكن لا نهائيه بصراحه. عندك السده هاي بتفتحها تفتح معك هيك، ترجع تفتح هاي كمان. عندك هذا المكان، هذه الكب هولدر، والمكان هذا بتقدر تحركه بكل الاتجاهات بدك اياه. عندك شواحن لاسلكيه هان. عندك هذا المكان تضغط هان بتفتح بتقدر تخزن، وعندك السده اللي موجوده هان تقدر تخزن فيها. وعندك كمان في الباب من تحت، وعندك من جنب رجلك يكون في مكان تخزين. السياره فيها 6 كب هولدر، 1 2 3 4 5 6 في الباب الثاني. وعندك كمان في الباب مكان تخزين. طبعا ما نسيوا النظاره في لها مكان موجود. بصراحه هاي الميزه لازم تكون في كل السيارات موجوده. مكان تخزين فوق، بتحط الشاحن، بتحط موبايلك في هذا المكان. طبعا سيبك من الشمس. الصف الثاني للمقاعد، انا بصراحه ما شفت اكبر من هذه المساحه في اي نوع من انواع البيكابات. وغير هيك عندك مكان تخزين هان تحت الكراسي، عندك مكان تخزين. هذا المكان ممكن تستعمله ايس بوكس،